تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية، والتي تقام تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. وتم تسمية هذه النسخة من بطولة كأس العرب للأندية باسم كأس الملك سلمان، وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء. الاتحاد العربي لكرة القدم أكد مشاركة 37 نادياً من جميع الأندية العربية في البطولة المرتقبة، وذلك بإقامة عدة أدوار تمهيدية حتى الوصول إلى نهائيات البطولة، والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية. ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 كأس الملك سلمان 10 ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على 6 ملايين منها، حيث يفتتح الهلال السوداني مشاركته في هذه البطولة بلقاء المنامة البحريني بالدور التمهيدي الأول، وذلك في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر مارس بملعب الجوهرة الزرقاء بمدرمان، بينما يكون لقاء الإياب بالمنامة في يوم الأربعاء إلى 12 من شهر أبريل. والفائز من هذا اللقاء سوف يواجه الفائز من فريق قطر القطري والصفاقسي التونسي لحساب الدور التمهيدي الثاني، والفائز يتأهل مباشرة لمرحلة دور المجموعات، والتي تقام في الصيف المقبل في المملكة العربية السعودية.